السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا من الفيديو اللي فات. معاكم رندا احمد من قناه تستيلسي. النهارده هنعمل صنف سهل خالص بسيط، لو حتى حاولتي ان هو يفشل منك مش هيفشل. هنعمل فطير الشرقي. سامعه ناس بتلطم دلوقتي وتقعد تقول لك فطير شرقي ايه، احنا مش قادرين للعجن والفرد والكلام ده. هقول لك يا حبيبتي تعمليه بطريقه سهله خالص بسيطه، رقات وتطلع رقيقه جدا. طعمه رهيب، تحفه، من غير بقى لا فرد ولا عجن ولا اي حاجه، بطريقه سهله خالص مش هياخد في ايدك ثواني. الموضوع سهل وبسيط جدا. هوريكي قد ايه رقاته رقيقه. هتقعدي تقولي يا رندا انت عجنتي كل ده؟ والله ما عجنت ولا عملت اي حاجه، خليكي معايا لاخر الفيديو وانت تعرفي. هوريكي قلبه من جوه، رقات الفطير بتاعتي عامله ازاي. استني لحظه واحده بس اقربها لك من الكاميرا اهوت. تعالوا بقى نشوف عملنا القمر ده ازاي. اول حاجه عندي، انا عندي فص ثوم مبشور، عندي بابريكا، توم باودر، بصل باودر، فلفل اسمر، السبع بهارات، وملح. هحط عليهم اربع معلقتين 2 كبار خل. تمام. دول انا هتبل بيهم صدر فرخه، عشان انا هعمل الحشوه بتاعتي فراخ. فمش عايزه ايه، انا عندي فرخه، صدر فرخه اهوت مقطعه رقيق زي ما انت شايفه كده، كانه شاورما مثلا. هنزل فيه بالميكس البسيط ده، هقلبه تقليبه. انا عايزه طعم الفراخ بتاعتي ظاهر، مش يبقى كله بهارات وخلاص. بهارات خفيفه والفراخ كده على طاسه على النار، فيها شويه سمنه صغيرين او حبه زيت، وهديها تشويحه. على بقى ما تخلص هكون عملت ايه، جبت كوبايه الا ربع زيت على سمنه، وعليهم كوبايتين 2 زبادي من البلدي بتاعنا الجميل ده، بيبقى طعمه احلى وقشطته جميله. الزبادي حلف ما ينزل تقريبا اهوت. هجيب زبادية كمان. الخليط ده بقى مهم جدا عندي، ده ميكس التوريق. ميكس التوريق بتاعي سهل خالص وبسيط. شوية ملح، رشة فلفل اسمر اهوت. طيب وهبدأ اقلب بقى، اروح ابص على الفراخ بتاعتي منساهاش عشان ما تتحرقش، خليكوا بس معايا. انا رحت اديتها التشويحه، مش مستاهله اطول عليكم الفيديو. الدرجه دي اللي انا عايزاها، شوحتها في شويه سمنه بلدي عادي خالص، وهبدا احشي بيها. ده خليط التوريق بتاعي، زودت عليه بس معلقه خل، انا اسفه ضاعت مني في المونتاج، بس هي معلقه خل كمان. هكتب لكم كل حاجه في صندوق الوصف. عندي بقى ده الخطوه دي مهمه جدا، محتاجه فويل او بلاستيك راب، اكياس تلاجة حتى وافردها، اي حاجه. المهم حاجه احط عليها الفطير بتاعي. طيب انت قلتي يا رندا ان احنا مش هنعجن، ما احنا فعلا مش هنعجن. احنا هنعمل ايه؟ هنجيب لفتين جلاش. انا ما استخدمتهمش كمان كلهم، انا استخدمت لفه ونص جلاش، مش عايزه اقول لكم دول تقريبا اكلوا 3 افراد بياكلوا يعني اهوت. جبت رقه الجلاش. طيب انا مش عايزه ابين ان هو جلاش، خليط التوريق بتاعي هيخليهولي زي الفطير بالظبط. بس هنقول على كام تركايه كده كمان واحنا ماشيين. خليكي معايا لاخر الفيديو عشان تعرفي الدنيا فيها ايه. هبدأ بقى افرد سائل التوريق بتاعي. مهم جدا ان انا اغطي كل حتة في ورقة الجلاش. طيب عدد ورقات الجلاش اللي هعملها قد ايه؟ انا عملت 5 تحت وحوالي 4 فوق. تمام اهوت. لازم بس اوزع الخليط ده بتاعي في كل حتة، ما اسيبش حتة فيها ما وزعتش الخليط اهوت. احط ورقة كمان، هضغط بس ضغطة بايدي بحيث ان السائل يتفرد تحت كمان بالفرشة كده. ولا محتاج توريق ولا عجن ولا فرد ولا اي حاجه. الناس اللي بتخاف تعمل الفطير الشرقي، عشان الفطير الشرقي بيبوظ مني في الفرن، ده بيطلع معجن، ده بيطلع حته تخينه وحته رفيعه. لا يا حبيبتي، ده بقى هيجيب لك من الاخر، هيطلع لك كل الرقات رقيقه جدا، وكانك عجنت فيه مثلا 3 4 ساعات متواصل ولا حاجه. هبدا برص الفراخ. الطبقه الاخيره ما بحطش عليها من سائل التوريق، بحط عليها الفراخ بس. تمام اهو. رصيت الفراخ بتاعتي، هبدأ بقى اقفل عليها من الجناب، اديها شكل ايه يعني، دايرة او بيضاوي كده، بحيث انه يبقى شكل الفطير اللي بنشتريه من بره. هجيب بقى ورقة جلاش كمان، انزل بقى بسائل التوريق بتاعي اهوت. على قد ما اقدر افرده فردة بسرعة كده سريعة بالفرشة، ما بياخدش وقت خالص. وانزل بقى تاني اهو، فردة برضو كده محترمة. الزبادي بيديله طراوة مع معلقة الخل اللي احنا حطيناها، والسمن بيدي توريقة، هيديكي نفس فكرة رقات الفطير اهو. طيب احنا دلوقتي خلاص، مثلا انا خلصت اهو. هبدأ بقى الم من الجناب كده، احط ورقة كمان، اخر ورقة
والف. الورقه الاخيره ما بدهنهاش عشان يعني انا مش محتاجه اصلا، لان هو خلاص يعني إيه كده خد الكميه. يعني ما تكتريش في سائل التوريق عشان تعرفي حتى تمسكيه. الفويل بقى بتاعي ده لازم يتركن في التلاجة حوالي اقل حاجه ربع ساعه. انا سبته نص ساعه، ممكن تركنيه لحد ساعه بيطلع جميل. هركنه الفه كده واركنه. اجيب صينيه عندي مدهونه سمنه او زبده اللي يريحك، افضل سمنه كمان عشان ما تتحرقش مني بسرعه. وشايفين خلاص بقى عجين، يعني انا كده بقى عجين. الركنه بتاعتي مع سائل التوريق طراه خالص، خلاه عجين، وفي نفس الوقت محافظ على الرقات بتاعته. هبدأ بقى، جبت شرايح طماطم، فلفل، زيتون. يعني شوفي انتي بتحبي تحطي على الوش ايه اهوت. شوفي يعني نص ساعة وطريته بالطريقة دي، لان لو سبتيه ساعة برضو، بس اهم حاجة ابقى لفاه في حاجة عشان اعرف اقلبه. حطيت بقى رشة محترمة موتزاريلا كده شوية حلوين، وانا بحب مع الموتزاريلا طعم الرومي، يعني انا بحب جبنة الرومي معاه. عايزه تحطي شيدر فلامنك براحتك خالص، اللي يريح يعني. نوع الجبنه اللي تفضليه. والله عايزه تعمليه فطير كده ومحشي فراخ ومن غير طماطم وفلفل وزيتون والحاجات دي، والله بيطلع طعمه تحفه. انا جربته برضو مره قبل كده اهو. اهو. انا بقى كنت عامله واحده تانية، كان لقيت عندي شويه لحمه معصجه في التلاجة، قلت اما اعمل التانية باللحمه المعصجه. وبرضه هعمل عليها برضه طماطم، قطع طماطم. انا بحط الطماطم حتت، ده ما بيتحطش عليه صلصه، بيتحط طماطم قطع. الطماطم دي انا كنت رش عليها شويه ملح ورشه فلفل كده صغيره، وعندي فلفل بقى وزيتون وجبن. طيب هسخن الفرن بتاعي على درجه حراره عاليه، وهدخل الفطير ده. انا معايا ما خدش الا ربع ساعه، انتي ممكن معاكي ياخد اقل او اكتر، بس هو المتوسط ربع ساعه. ممكن ياخد اكتر شويه على ما الوش يحمر والجبنه تستوي، مفيش مشاكل عادي برضو. يعني ممكن ياخد تلت ساعة، من ربع لتلت ساعة، مش أكتر من كده، عشان ما يتحرقش من تحت ما يتلفش. حسيتي إن هو استوى من تحت والجبنة لسه ما ساحتش قوي، ممكن تولعي عليه الشواية دقايق قليلة. بس أنا عندي من غير شواية كان استوى. هوريكي شكله طالع ازاي من غير شواية. ده بعد ربع ساعة بالظبط. شايفين شكله عامل ازاي؟ والله بيتكلم. يعني مش عايزة أقولكم، بس في تركاية بقى كان المفروض تغطي عليه على طول بمجرد ما بيطلع، عشان يفضل طري معاكي. انا سبته بس نشف مني من الجنب سنه، انما هو من القلب المكان اللي كنت مغطيه عليه طري خالص اهوت. هوريكي، شايفين رقته؟ والله كانه فطير ومتورق صح والدنيا تمام. متقلقيش خالص، مليان فراخ، حاجه نظيفه عاملينها لاولادنا في البيت. طعم لذيذ، فكرته سهله بسيطه خالص. إيه مش مكلفه. لو رحت جبتي فطيرتين زي دول اقل حاجه، يوم ما تقولي مش هدفع فلوس، هدفع لي مثلا 250 جنيه. فطب ليه؟ ما انا في البيت وسهل وجميل وحاجه نظيفه وانا عاملاها. اتمنى طبعا ان انتوا تجربوا الوصفه، وصفه سهله بسيطه. دي اللي كنت عملتها باللحمه اهيت. كان عندي شويه لحمه معصجين خالص، اللي هو بواقي اكل التلاجة يعني، اللي هو نلم الدنيا. تمام. بسيطه سهله جدا، مستحيل تبوظ منك على ضمانتي. بكره تقولي رندا قالت. اتمنى طبعا ان انت تجربي الوصفه. الوصفه سهله وبسيطه. بس اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، وصفه جديده.